أحد أسئلة النموذج الثاني في مادة البحث بيقول لي إذا كان معادلة الخط المستقيم لام واحد ومديها لي في الصورة المتجهة 4 3 1 ومتفقين إن 4 3 1 دي بالنسبة نقطة تنتمي للخط المستقيم زائد ك في سالب 2 1 3 واتفقنا إن سالب 2 1 3 هو متجه الاتجاه المستقيم الأول. معادلة خط المستقيم الثاني مديها لنا برضه في الصورة المتجهة 5 1 1 يبقى دي النقطة بتاعته زائد م في 2 سالب 1 سالب 3 يبقى ده متجه الاتجاه الثاني. فإن معادلة المستوى الذي يحتويهما. أولا هو السؤال هنا بدرجتين وضامن درجتين بمنتهى السهولة. أولا معنى أن المستوى يحتويهما يبقى أي نقطة سواء كان أ أو ب تحقق معادلة المستوى. فلما أجي أجرب بالنسبة لنا هلاقيها إن هو الاختيار ج هو اللي بيحقق، سواء عوضت بخمسة واحد واحد هيبقى 2 في 5 ب10 زائد 1 زائد 1 12، أو عوضت ب4 3 1 هيبقى 8 زائد 3 11 1 يدينا 12، وكده أنا خدت الدرجتين بتوعي. طب ايه طرق الحل المختلفة؟ أول حاجة عندي هلاحظ إن ه واحد وه اتنين هنا متجهين متوازيين، بالتالي هيكون الضرب الاتجاهي بتاعهم بصفر، فبالتالي مش هعرف أجيب ن اللي هو المتجه العمودي عشان على المستوى. طب هنعمل إيه؟ أول حاجة هستخدم وليكن ه واحد وأجيب ه جديدة خالص وليكن مثلا هسميها ه تلاتة عبارة عن ب ناقص أ، عشان أروح أجيب ن فهيبقى عبارة عن ه واحد ضرب اتجاهي تلاتة، يبقى هيساوي ه واحد هختار سالب 2 1 3 و 3 هيبقى ب ناقص أ ف5 ناقص 4 بواحد، 1 ناقص 3 سالب 2 وهنا صفر. ونيجي نفك المحدد اللي معانا نحط الإشارات بتاعتنا. أول حاجة هيبقى عبارة عن س نخبي الصف والعمود هيبقى 1 في صفر بصفر ناقص سالب في سالب بموجب يبقى هنا 6. بعد كده الصاد عندي بالإشارة سالب هنخبي الصف والعمود فسالب 2 في صفر بصفر سالب 1 في 3 فيبقى صفر ناقص 3 بسالب 3 وفي إشارة هيبقى هنا موجب 3. بعد كده هنعين هنخبي الصف والعمود سالب 2 في سالب 2 ب 4 ناقص 1 3، يعني كده عبارة عن ن بقت عبارة عن 6 و3 و3. وزي ما احنا اتفقنا ممكن نبسط المتجه العمودي بتاعنا يبقى ن عبارة عن 2 1 1. هنلاحظ هنا برضو انها بتتحقق في الاختيار دي. دي طريقة الحل الثانية. الحل الثالث أنا عندي نقطة 4 3 1 وعندي نقطة تانية 5 1 1. ممكن أجيب معادلة المستوى من خلال ثلاثة نقاط ليست على استقامة واحدة. بالتالي هيبقى عندي نقطة 4 3 1 أدي النقطة الأولى، 5 1 1 أدي النقطة الثانية. هروح أجيب النقطة ج والتي تنتمي مثلا للمستقيم الأول أو المستقيم الثاني، وليكن مثلا أختار المستقيم الثاني أعوض عن م بواحد، يبقى نقطة ج هتبقى عبارة عن 5 و2 7، 1 ناقص 1 هيبقى صفر، وواحد وسالب 3 يدينا سالب 2. طب بنكون ازاي او يكون معادله المستوى ساعتها هيكون ازاي؟ بيبقى بالشكل ده كده. بنعمل محدد س ناقص س 1 س 2 ناقص س 1 س 3 ناقص س 1. كذلك هنا في الصاد وفي العين. ده كله بيساوي صفر. تعالى نطبق. هيبقى عندي هنا س ناقص س 1 اللي هي اللي عندي أ ل 4 على س 2 ناقص س 1 هيبقى 5 ناقص 4 و7 ناقص 4. بعد كده هنطبق ناحية الصاد بنفس الطريقة وفي العين. تختصر الأرقام هيبقى هنا 1 هنا سالب 2 هنا صفر هنا 3 هنا سالب 3 هنا سالب 3. ونفك المحدد برضو بتاعنا. هيبقى هنا س ناقص 4 طبعا بعد نحط الإشارات. هيبقى س ناقص 4 هنخبي الصف ونخبي العمود. سالب 2 في سالب 3 هيبقى 6، طبعا ناقص سالب 3 في صفر خلاص مش موجودة، ناقص صاد ناقص 3
هنخبي الصف ونخبي العمود، فواحد في سالب 3 يبقى سالب 3 ناقص 3 في صفر يبقى صفر. بعد كده عين ناقص واحد، خبي الصف والعمود، فواحد في سالب 3 سالب 3، سالب في سالب هيبقى موجب 6، كل ده بيساوي صفر. بعد كده نختصر، هيبقى هنا 6 س ناقص 24، سالب في سالب هيبقى هنا موجب، فهيبقى هنا موجب 3 ص، سالب في سالب هيبقى موجب، ف3 في سالب 3 يبقى سالب 9، زائد العين سالب 3 وموجب 6 ب3، يبقى زائد 3 عين ناقص 3، كل ده بيساوي صفر. طيب هنا هيبقى المعادلة ازاي؟ تعالى بص مع بعض كده. 6 س 3 ص 3 عين. سالب 24 وسالب 9 وسالب 3 هيبقى عندي هنا سالب 36، هروح الناحية التانية بعكس الإشارة. بعد كده لما أجي أقسم على التلاتة هيبقى هنا 2 1 1 هنا 12، يبقى الاختيار برضو ج. 3 طرق للحل للتعامل مع السؤال ده، طبعا أبسطهم هو الطريقة الأولى طريقة التعويض، وضمنت درجتين فيه.